ايدك نظيفة؟ ما تخافش، انا هقولك ليه البصمة مش شغالة. عارف الاحساس ده لما تحط صبعك على البصمة والموبايل يتجاهلك تماما زيها كده، ها؟ وتعيد المحاولة وبرضه مش شغال. الحكاية كلها في حاجة اسمها فينجر برينت سنسور اللي بيشتغل بكذا تقنية، اشهرهم كاباسيتيف سنسور. يعني ايه؟ يعني الحساس ده بيقيس فرق الجهد الكهربائي بين طبقات جلدك والبلاطة اللي جوه الموبايل. طب ايه اللي ممكن يبوظ العملية؟ اولا ايدك ممكن تكون مبلولة او متعرقة، مية بتمنع الحساس ان هو يقيس الفرق، فالموبايل بيقولك انت مين يا معلم. ثانيا جرح صغير او خدش في صباعك، لو حصل تغيير في شكل بصمتك الحساس مش هيقدر يتعرف عليها. ثالثا الزيت او الكريمات، اي طبقة دهنية بتعمل تشويش على الاشارة بتخلي الموبايل يتلخبط. رابعا البصمة نفسها اتخزنت غلط، احيانا لما تسجل البصمة بتكون زاوية الايد مش مظبوطة فالموبايل بيعرف جزء منها بس. الحل نظف صباعك ونظف الحساس، ولو لسه مش شغال امسح البصمة وسجلها من جديد. وانا هنا مش بتكلم على البصمة، لو بعد كل ده البصمة لسه مش شغالة جرب ترش عليها شوية مية يمكن تفتح. بس لو موبايل غرق ما تقولش انا اللي قلتلك. سلام.